من المرتكزات الأساسية في الاقتصاد هي مجموعة قطاعات تشكل ثروة الدول، ومنها قطاع الزراعة والصناعة والتجارة والسياحة. وفي سوريا عموما ومنطقتنا الكردية خصوصا فإن أغلب سكانها يعتمدون على الزراعة ويشكل المورد الأساسي لدخلهم، ولكن في الثلاثة أعوام الأخيرة شهد قطاع الزراعة تراجعا كبيرا، بل اختفت بعض المحاصيل الرئيسية من الوجود كالقطن، وذلك بسبب ازدياد التكاليف. زراعات في ولاية سوريا. الزراعة في سوريا بلد تم بناؤه على الناحية الزراعية، وهو أقوى الموارد في تكوين اقتصادها، وخاصة منطقة الجزيرة هي مورد زراعة سوريا، فإنتاجها تقريبا يصل من 60 إلى 70% من إنتاج سوريا. وفي السنوات الأخيرة بعد حفر الآبار وبعد استخراج المياه ازدهرت الزراعة كثيرا، وكانت هناك إمكانيات وأسمدة وتوفرت المصاريف، وتطورت الزراعة إلى مرحلة تعدى إنتاج الجزيرة كل التوقعات. والذي كان يعمل بالزراعة كان أوضاعه جيدة، واصبح يفكر بتطوير أحواله ويبحث عن مشاريع أخرى، ولكن تراجعت الزراعة تدريجيا في الآونة الأخيرة. كيف تراجعت ولماذا؟ لم يبقى وقود، لم يبقى سماد، لم يبقى قروض، ولم يبقى حتى الإمكانيات. تدريجيا أصبح وضع الزراعة في تراجع إلى أن وصلت إلى حد لم تعد الزراعة المورد الأساسي للناس، لأن الشخص الذي يعمل في الزراعة سيفلس. والآن جميع الناس متوقفة، والمنطقة أيضا متوقفة، لا يوجد بذار ولا سماد ولا مازوت ولا مال. وأنا من الأشخاص الذين لا يستطيعون زراعة هكتار واحد فقط. كان الناس يقومون بتسيير أوضاعهم بأي حال، وكان هناك دعم للزراعة، وكانت الحكومة تقدم قروض وتعاون وتعطي المزارعون البزار والسماد الحار والبارد، وكان الوضع ميسرا، وكانت المحروقات أسعارها جيدة، والوضع كان ميسورا، وكان الناس يتدبرون أوضاعهم بالزراعة ولم يهاجروا ويشردوا. والآن وضع زراعتنا وخاصة في الجزيرة كثيرا أصبحت سيئة، لم يبقى دعم للزراعة، وجميع متطلبات الزراعة أصبحت غالية. طن السماد البارد أصبح 100,000 وأكثر. يأتي إلينا الوقود الخام أو المكرر لا نعرف مصدرها، وهي تكون سبب لعطل المحركات. وأصبح الفرق كبيرا بين الزراعة قبل والآن، فتصليح المحرك كان ب100,000، أما الآن فقط أصبح أكثر من 500,000. وكان برميل الزيت كنا نشتريه ب7,000، أما الآن فسعرها أصبح 100,000. الناس تعبت جدا، وكثير من المزارعون لم يفلحوا أراضيهم، ولا يوجد مال عندهم ولا بزار. وبحسب ما يصرح به الكثير من المزارعون بأنهم مقبلون على زراعة الموسم الشتوي من قمح وشعير وبقوليات وغيرها، وأن أغلبهم لا يستطيعون زراعة أراضيهم بسبب العوائق الكثيرة التي تواجه قطاع الزراعة، ومنها عدم توفر السماد والبذار والمحروقات وارتفاع تكاليفها. أوزان ولو، راديو دنجي زلال.